إذا البداية بشأن المغربي، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش أن تموين الأسواق خلال الشهر الفضيل يتم في ظروف مستقرة، مضيفا أن الحكومة اتخذت كل التدابير اللازمة لتعزيز العرض والمخزون من منتجات أساسية ولضمان التموين العادي للأسواق خلال الشهر الفضيل. تموين الأسواق يتم ولله الحمد في ظروف مستقرة، حيث اتخذت الحكومة كل التدابير اللازمة لتعزيز العرض والمخزون من المنتجات الأساسية ولضمان التموين العادي للأسواق خلال شهر رمضان. الحمد لله احنا كنشوفوا هذا الصباح يعني في الدار البيضاء السردين كان 5 دراهم في سوق ديال الجملة ولا 5 دراهم و50، وهذا الصباح كذلك الطماطم الحمد لله ولات متواجدة بوفرة في أسواق الإنتاج بعد التراجع الكبير اللي عرفته يعني الاسبوع الماضي. ما كانت شاي بزاف ديال لا برودكسيون، ولكن الحمد لله ابتداء من الان لا برودكسيون طلعت، وكذلك اسعار اللحوم كتبقى مستقره مع تواتر عمليه استيراد الابقار لتزويد السوق الوطنيه. وهي فرصه كذلك لادعوكم مجددا السيدات والساده الوزراء، السيد وزير الداخليه، وزير الفلاحه، وزير الصيد البحري، وزير الصناعه، والسيده وزيره الماليه، بالتعبئة الشاملة للمصالح التابعة لكم للحفاظ على استقرار مختلف المواد الاستهلاكية وخاصة منها المصنعة. وأحثكم السيدات والسادة الوزراء بالتتبع اليومي للأسواق في هذا الشهر المبارك، وبتشديد الرقابة والمراقبة والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتلاعبين والمضاربين. نتوقف الآن عند هذا الموضوع الذي يتعلق بصحة الإنسان خلال شهر رمضان المبارك. من المعروف أن مزايا الصيام عديدة وتنعكس إيجابا على صحة وتوازن الإنسان، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة لمن يعانون من أمراض مزمنة، حيث تشكل الإصابة بهذه الأمراض تشكل عائقا لتأدية ركن الصيام خلال الشهر الفضيل، وفقا للتوصية الطبية التي تشدد على ضرورة عدم المخاطرة بالحالة الصحية للمريض. التفاصيل في روبورتاج مها جمال ويونس ميسوري. صوموا تصحوا. مزايا صيام الشهر الفضيل عديدة ولا تحصى على صحة الإنسان وتوازنه، إلا أن القاعدة تتغير بالنسبة لفئة المصابين بأمراض مزمنة، فالصيام دون استشارة الطبيب أو رغما عن إذنه قد يفاقم خطر الإصابة بشكل كبير. المضاعفات اللي تقدر كي تصيب الامراض المصابين بالامراض المزمنه، مثلا السكري كيقدروا يطيحوا في انخفاض نسبه السكري في الدم، وهذا يقدر يوصل حتى للكوما لا سمح الله، ويقدر يتسبب مثلا ارتفاع الضغط الدموي، وكذلك السكري. لهذه المرضى يقدروا يتصابوا بمضاعفات كجلطات في المخ ولا جلطات قلبيه. وحفاظا على صحه المصاب بالمرض المزمن كذا السكري، ضغط الدم، أمراض الكلي وغيرها، لابد من زيارة الطبيب المختص المعالج لضبط الحالة الشخصية، ومنه تحديد ما إن كان ممكنا الالتزام بهذا الركن الإسلامي. بالنسبة للناس اللي مصابين بالأمراض المزمنة كمرض ارتفاع ضغط الدم والمرض السكري، هاد الناس ضروري يستشروا مع الطبيب ديالهم ويزوروه باش يطمنوا أولا على الصحة ديالهم، ويتشاوروا مع الطبيب ديالهم إذا كانوا يقدروا يصوموا ولا لا. في حالة إذا كانت هاد الحالة نتاع هاد الناس ماشي مستقرة، فإن الطبيب ديالهم غادي ينصحهم باش ما يصوموش. وهاد الناس إذا كانت بيان سور الحالة الصحية ديالهم مستقرة، الطبيب يقدر ينصحوا باش يصوموا على اساس بانهم يغيروا من بعد النمط العيش ديالهم، ياكلوا في واحد الاوقات منتظمه، يبرمج نتاع الادويه ديالهم ياخذوها في اوقات مختلفه، يقدر يبدل لهم لابوزولوجي نتاع التريتمون ديالهم باش يدوزوا الشهر الكريم ان شاء الله بصحه وسلامه. من منا لا يستحب الى قلبه ممارسه الشعائر الدينيه من صيام وصلاه وتعبد في هذه الايام الفضلى ايام شهر رمضان الكريم، لكن ومصداقا لقول رسولنا عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
وككل سنة تنتشر خلال شهر رمضان المبارك بعض المهن الموسمية التي تلبي حاجيات مرتبطة بالصيام لدى فئات من الصائمين. هذه الأنشطة تعد فرصة بالنسبة للكثيرين لإيجاد دخل مادي ولو مؤقت أو حتى تحسين ظروف من تعود أصلا على ممارسة إحدى هذه المهن من السوق البلدي بمقاطعة عين الشق بمدينة الدار البيضاء. نتابع الربورتاج التالي مع عصام العباري. تشهد العديد من أسواق المدن المغربية خلال شهر رمضان المبارك ظاهرة انتشار المهن الموسمية التي تلبي حاجة الزبائن في هذا الشهر الكريم، ويعد هذا النشاط الاقتصادي فرصة للعديد من الأفراد لتحسين وضعهم المادي وتوفير العيش الكريم لأنفسهم وعائلتهم. أثناء جولتنا في أحد الأسواق في مدينة الدار البيضاء قابلنا هذا الشاب متزوج وأب لطفل في شهر رمضان يغير من نشاطه ويبدأ في بيع عصير الليمون لتلبية احتياجات الزبائن. وعلى الرغم من أن هذه المهنة غير مهيكلة إلا أنها تساعده على تلبية احتياجاته وتمكنه من الابتعاد عن الحاجة للسؤال. الحمد لله وتنشكروه، غادي تسد الغراض، غادي تطرق مسامرك، غادي تسد تقابي، فهمتي، تابعك شي حاجه راك غادي تقضيها. اما باش غادي تجمع الفلوس ولا غادي دير شي حاجه ولا شي قهوه ولا شي موبل شي حاجه، لا، على العجله كدور وصافي، ما نخليوهاش توقف. إلى جانب عربة العصير التقينا تاجرا آخر يعمل بجد لتأمين لقمة عيشه، وفي الأصل فلاح، ولكنه يغير نشاطه في شهر رمضان ليبدأ في بيع الجبن، مهنة يمارسها موسميا لأكثر من 15 سنة. من رمضان عندي كليان ديالي تاع 15 عام ولا 16 عام، تنجي نخدم واحد داك الشهر ديال رمضان مع كليان ديالي، تيسالي رمضان تمشي في حالتي العربية. هادشي اللي كاين، أمي مزيانة مع كليان مزيان، مع كليان مشرفنا ومشرفينو، يديو حاجة زوينة ومعاهم مزيان وصافي، الحمد لله مالين فينا ومالين فيهم. على قارعة الطريق تحدثنا إلى نساء يعملن في بيع هذه الفطائر، تختلف أوضاعهن الاجتماعية بين المتزوجات والمطلقات والأرامل، ويعملن في هذه المهن الموسمية لتحقيق دخل إضافي يساعد في تأمين احتياجات عائلاتهن، رغم أن الوضع أصبح أكثر صعوبة عن ذي قبل. واخا دابا هاد العام شويه السلعه زايده بزاف، الإقبال ما كاينش، هذاكشي اللي كنخدمو واخا هكا الإقبال ما كاينش، والحمد لله الحمد لله. كنبيع داكشي اللي قسم الله، كندير رزقي، غير هاد العام حالة خاصة، كلشي مزيود في الحانوت، فاش كتبغي تزيد انت داكشي اللي زدتي في الحانوت الناس ما تيتقبلوش هاد الزيادات، تيقول لك بزاف، يعني العرض كاين موجود، السلعه موجوده، والاقبال ما كاينش، قليل. في شهر رمضان تتزايد فرص المهن الموسمية التي تلعب دورا مهما في تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل في ظل انعكاس تقلبات السوق على الوضع الاجتماعي للعديد من الأسر المغربية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم الخميس أن تظل الأجواء نسبيا حارة إلى حارة بالجنوب، السهول غرب مرتفعات الأطلس وداخل سوس، مع تشكل كتل ضبابية محلية فوق السهول الشمالية والوسطى. وستكون الأجواء مستقرة وسماء صافية إلى قليلة السحب، مع هبات لرياح قوية نوعا ما بالهضاب العليا الشرقية والجنوب، فضلا عن تناثر غبار داخل الأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و16 درجة بالمنطقة الشرقية والسهول الشمالية، وستكون ما بين 18 و24 درجة بالجنوب، وما بين 13 و17 درجة عموما فيما تبقى من أرجاء البلاد.